بيبدأ الفيلم لما بتكون في واحدة في العربية وبتسمع الراديو لشخص بيتكلم، وفجأة بتشوف ناس متجمعة جنبها، فبتنزل من العربية وبتلاقي واحدة واقعة، فبتبدأ تطلب من اللي حواليها مساعدة، زي واحد يكلم الإسعاف وواحد يجيب شنطتها من العربية، وبتعمل صدمات كهربائية ليها لحد ما بتتحرك. وبنعرف إن اسمها الدكتور شاردا نايك، دكتورة قلب. فبتوصل للمستشفى اللي شغالة فيها وبتكون اسمها روي، وبتقابل الدكتور فينكي وبتكون متأخرة بسبب اللي حصل، فبيديها ورقة وظيفة جديدة من دكتور اسمه جون، لكنها بتقطع الورقة، فبيقول لها انت ليه مصممة تعملي المشروع. وبنرجع ليها وهي صغيرة، وبنعرف انها عاشت مع والدها لما والدتها توفت، لحد ما بيجي الليل وبتكون مع والدها في شغله، فلما بيحس انها وراه بيدي لصديقه السيجارة وبيقول لها ان دي اخر مرة يدخن فيها، فبتزعل، وعلشان كده بيبدأ يعمل لها حركات علشان تفرح، لحد ما بيتعب جدا وبيقع فبيموت. وبنرجع تاني وهي بتشرح للي في القاعة، وبتقول ان لما بيحصل سكتة قلبية او قلبنا بيقف، بيكون قدامنا من 20 ل 25 دقيقة نقدر نعمل انعاش، لكن لو ما حصلش بيموت المريض. حتى لو رجع القلب تاني بتكون خلايا الدماغ ماتت، لكن باستخدام الاكسجين السائل نقدر نوقف عملية موت خلايا الدماغ، وبالتالي نقدر نأخر موت المريض، ونقدر ننعش القلب خلال ساعة او 2 بدل 20 دقيقة. وكل كلامي ده بالدليل، وان اختبرت الاكسجين السائل على 200 فار، وبيكون معاها فار وبتقول ان قلبه وقف 38 مرة، ولكن بحقن الاكسجين السائل ما زال على قيد الحياة، وان جه الوقت لاختباره على البشر. لحد ما بيكلمها الدكتور مازومارد صاحب المستشفى، فبتطلب منه فلوس علشان تبدأ تعمل التجربة على البشر، فبيقول لها المؤسسة هتتبنى المشروع بتاعك وهتزودك بالفلوس، لكن لازم تاخدي موافقة مجلس الأطباء الأول. فبيتجمعوا كلهم وبيقول الدكتور روي إن دي الدكتور شارشوتي، وإنها جت من مركز أبحاث الدماغ والأعصاب، وهتكون عضوة في المجموعة وفي التجربة. فبتطلب شاردا إنهم يستخدموا المستودع القديم في التجارب، فبيجي لها الدكتور روي وبيقول إن الدكتور ديف هينضم ليهم، وبيكون دكتور قلب مشهور. فبتروح وبتقابل الدكتور ديف، وأخيرا بيجهزوا المختبر، وبيكون بكرة عرض المشروع على مجلس الأطباء. فبتبدأ شاردا تعرض المشروع على مجموعة دكاترة، لكن بيظهر دكتور وبيقول إن حقن الدم بأي غاز خطر جدا. فبيتدخل ديف وبيقول زي ما بنقدر نحفظ الأكسجين في الدهون، نقدر نخدع الجسم ونحقن الدم بالأكسجين، وإنهم هيوصلوا لي الدماغ عن طريق الضغط على الصدر. في الوقت ده بيدخل الدكتور ماراتينجي، وبيقول الدكتور مهمته إنقاذ المريض، لكن لو ما قدرش ينقذه مفيش مشكلة، لكن أهم شيء إنه ما يأذيش المريض. وبيكون رافض المشروع، وبيسألها احتمال المريض يدخل في غيبوبة، فبتقول احتمال. فبيقول وأنا مش هوافق على عمل مشروع فاشل. فبتمشي شاردا. بيوصل ديف لشاردا وبيديها قهوة، وكمان بيسألها عن مارتنجي، فبتقول من سنتين كانت في فترة زمالة في مستشفى وكان رئيس القسم، وبيكون بيشرح ليهم لحد ما بتوصل حالة، فبيقول للممرضة تاخدها للعمليات، وبيدخل يقول للدكاترة تجهز علشان في حالة، بس لما بيخرج بتكون اختفت، وبتكون شاردا خدت المريضة ورايحة لغرفة العمليات. فبيروحوا لها وبيبدأوا يشخصوا الحالة، وكل الدكاترة بتغلط في التشخيص، فبيقول ان الحالة الظاهرة حساسية مفرطة سببت ضيق تنفس، لكن شاردا بتقول لا، وبتطلب إبرة وبتحقنها بالإبرة في صدرها، فبتبدأ تتنفس المريضة. فبيسقف لها كل الدكاترة، لكن الدكتور مارتنجي بيتضايق وبيسيبها وبيمشي. فبيقعد الشخص مع المريضة وبيظهر انه اعجب بشاردا، وكمان بيروح وراها وبيطلب يقابلها. فبتقول له انت والدتك لسه خارجة من العناية وعاوز تقابلني، لكنه بيقول لها دي مش والدتي، دي كانت واقعة على الارض فجبتها المستشفى، لكنها بترفض تقابله. وكمان لما بيطلب منها رقمها علشان لو احتاج اي مساعدة بتديله رقم الطوارئ، وبيكون هو نفسه المذيع اللي كان في اول الفيلم واسمه اوشو. وفي تاني يوم بيروح لها بشخص عنده البواسير، فبتقول له انا دكتورة امراض قلب، فبيقول لها تفحص قلبه، وفي كل مرة بيتكلم عنها في البرنامج بتاعه. وكل يوم بيروح لها المستشفى لحد ما بيطلب الدكتور ماراتنجي يقابلها، وبيقول لها اللي عملتيه ده عبقرية منك. ولما بيعرف عملت كده ازاي بيزعق لها، وبيقول لها احنا هنا بنتبع بروتوكول معين وما ينفعش نخرج عنه، ولازم تقضي فترة الزمالة بخير علشان تمشي من هنا، والا هكلم السواق وتلم حاجتك وتمشي. فبتعتذر له لحد ما بيدخل عليهم فانكي، فبتقول احنا لازم ما نفقدش الامل، ولازم نروح للسلطة العليا ونعرض عليهم المشروع، بس بيكون معاه ورقة من السلطة العليا برفض المشروع. في الوقت ده بتدخل مريضة اسمها آن، وبتكون واخدة جرعة افيون زيادة، فبتقول انا كنت عاوزة اتخلص من الالم وانتحر. فبتبدأ تديها شاردا شوية نصايح، وبعدها بتروح للدكتور روي وبتسأله عن سبب رفض المشروع، فبيقول لها المريض لو دخل في غيبوبة احنا هنتسجن كلنا. في الوقت ده بتسمع ان في حالة طارئة في غرفة آن، وبيكون قلبها وقف عن العمل، فبيقول ديف انها خلاص ماتت، لكن بيرجع يقول نجرب الاكسجين السائل، وان مخترع المظلة كان لازم يقفز من برج ايفل علشان يجربها، ولازم نخاطر ونجرب. فبيقطعوا الكهرباء، وبكده يقدروا ياخدوا آن للمختبر. وفانكي بيشغل كاميرا، وبتبدأ شاردا تحقنها بالاكسجين، وشراشوتي بتفضل تضغط على صدرها، بيستجيب الجسم لغاز الاكسجين في الدم، لكن مرة واحدة بتقل الاستجابة، وبتبدأ خلايا الدماغ تموت. فبتقول شرشوتي ان مفيش امل ولازم يرجعوها. فبيجي الليل وبيكون عيد ميلاد شاردا، فبيتجمعوا كلهم. في الوقت ده اوشو بيتكلم في الراديو، وبنرجع بالذاكرة لما بينادى عليها في غرفة الإذاعة، ولما بتوصل بيكون اوشو اللي بينادى عليها، فبتزعق له وبتقول له ان في فعلا حالة طارئة ولازم تخرج، وانه يبطل يعمل الحركات دي
دي والا هتخسر شغلها. لما بتوصل بتعرف ان الحالة ماتت، فبيطلب منها الدكتور ماراتينجي انها تبلغ اهل المريض، وبيكون اوشو سامحهم لكن مش بتقدر تبلغهم لانها بتفتكر والدها. فبيروح وراها اوشو وبيقول ان العالم ده كبير واننا جنب العالم صغيرين جدا، ولازم كل مشكلة تقابليها تواجهيها والا هتعيشي في فشل. وبيوريها طريقة ازاي تخرج الطاقة السلبية من جسمها. فبيرجعوا تاني لاهل المريض وبتقف بعيد، فبيدخل اوشو وبيقول لهم بدلها، وبعد شوية بترجع له وبتشكره، وكمان بيقعدوا يشربوا قهوة وبيفضلوا يتقابلوا كتير مع بعض لحد ما بتروح للراديو وبيعمل لقاء معاها، وبيقول لها انه بيحب الموسيقى جدا ودايما بيقدم طلب الالتحاق بمدرسة بروكلي لكنه دايما بيترفض وان دي امنية حياته. في الوقت ده بيوصل لها ديف وبيقول لها انه لازم يمشي، وفي تاني يوم بتوصل للمستشفى وبتكتشف حل للمشكلة. فبيتصل بيها ديف وبتعرفه، فبيقول لها تروح لقسم الطوارئ وان في حالة تانية ممكن يجربوا عليها. بيوصلوا كلهم وبيكون اسم الحالة اوميكار. فبتحقن شرده المريض بالاكسجين السائل وبيبدأ الجسم يستجيب للغاز، فبتبدأ تعمل صدمات كهربائية للقلب بس النور بيبدأ يضعف. فبيقول فينك انا هخرج وهحاول اصلحه، وهو خارج بيحط ازازة عند الباب، وفي كل مرة تعمل صدمات كهربائية بيضعف النور لحد ما بيطلع دخان من النور بس القلب بيرجع يشتغل تاني. فبتخرج وبتقفل الباب وراها وديف يخرج المريض لكن الباب مش بيرضى يفتح وبيحصل حريق في المختبر. وديف بيقول لها المريض عايش لكنه مش بيعرف يفتح الباب فبيقع. بعد شوية بتفوق شرده وبتفتكر ديف فبتقوم، ولما بتخرج بتعرف ان ديف مات وكمان المريض مات، وده كله بسبب كمية الدخان اللي شموها. وبتعرف ان ديف مات من 3 ساعات لكن بتنادى عليهم وبتقول انه اتحرك بعد ما حقنته بالاكسجين السائل. بس ماراتينجي بيقول لها ده مستحيل وكمان بيزعق لها على اللي عملته. لما بتحاول تتكلم معاه ديف بيمسك ايديها وكمان بيقدر يفتح عينيه. بيخرج روي مع ماراتينجي وبيطلب منه تقرير عن حالة اوميكار اللي كانت في المختبر، لكن بيقول له انت كده هتأذي الدكاترة والمستشفى وممكن يتحذفوا من نقابة الاطباء ومفيش داعي تكبر الموضوع. فبيقول له انقذ نفسك وملكش دعوة بالباقي. لما بيروح شخص يستجوب ديف عن حادث الحريق بيكون فاقد الذاكرة وما يعرفش اسمه، وبتعرف شرده ان ده بسبب استنشاق دخان كتير، ورغم ده اشعة الدماغ بتكون سليمة، ده غير انه بيتعافى بسرعة. بعد فترة بيخرج ديف من المستشفى وبيبدأ يحلم احلام غريبة وبتظهر شرده فيها زي انه واقع على الارض وفي ايده وردة. بيمر شهر ولسه حالة ديف زي ما هي وبيكون تصرفاته زي الاطفال. بنرجع تاني لشرده مع اوشو لما بيخلصوا اللقاء الاذاعي في الراديو وبيخرجوا علشان ياكلوا، بس الطباخ بيكون تعبان فبيقول له انا اللي هعمل الاكل، وبيتصل بوالدته وبيسالها عن طريقه الطبخ، وبيقعدوا وبياكلوا سوا لحد ما بيجهز دبلتين وبيكون قدام الكنيسه. في الوقت ده بيوصل صديقه وبيقول له انت اتقابلت في مدرسه بروكلي واخيرا اتحققت امنيتك. فبيتصل بشرده وبيعرفها انه مستنيها وبيوريها جواب مدرسه الموسيقى ولازم يسافر ويسيب كل الناس والمكان. بتقول له سافر انت وكل حاجه هتكون بخير. بنرجع تاني للحاضر لما بتوصل شرده ومستشفى روي وبتلاقي صحفيين كتير بيتهموها بالحريق، وبيعرف ديف اللي حصل من الاخبار. فبيروح لها روي وبيقول يا ترى الاعلام عرف منين اللي حصل، وبيديها متعلقات العنصر وبيقول لها تديها لوالدته، لكن اول ما بتشوفها بتمشي وبتسيبها فبتاخد المتعلقات معاها. بتدخل شرده لمدير مجلس الاطباء وبتقول واحده احنا لازم نشكر ربنا ان الموضوع ما وصلش للمحاكم، وبيقول ماراتينجي انها لازم تكتب تقرير بعدم تجربه المشروع تاني ولو رفضت هيتعمل لها محضر وممكن تتسجن. فبتخرج وبتقول انا مستعده لكل حاجه. لما بيخرجوا بيديها روي بيان وبيقول لها تقول لوسائل الاعلام، لكنها مش بتكمل منه وبتعترف بكل اللي حصل وان حقن الاكسجين ممكن ينقذ حياه الالاف، وبتقطع الورقه وبترميها في وش ماراتينجي. بتركب العربيه وبتكون هتاخد الدواء لكن بيشتغل اوشو في الراديو وبيقول ان الحلقه دي مسجله وان في كل مره بنحس اننا في النهايه بيتفتح طريق جديد بيخرجنا، فمش بتاخد الدواء. في الوقت ده بتوصل مساعده الدكتور مازومارت وبتقول لها انه طالب يتكلم معاكي. وفي تاني يوم بتروح هي وديف وبيقول لها ان الامور مش ماشيه زي ما خططت ليها وان ممكن اخد موافقه مجلس الاطباء في لحظه لكن مش ضامن ان مشروع الاكسجين ده يشتغل اساسا. فبيقول ديف ان قبل اختراع الطياره لو قالوا في جسم يقدر يطير في الهواء ما كانش حد هيصدق. فبيقول فعلا. فبتقول له ازاي هنقدر نجرب بدون موافقه مجلس الاطباء. فبيقول لها انا مش هعرفك ازاي تكسر القوانين ولكن تقدري تسيبي اللي بعد كده عليا، ودي مره واحده فقط. وهم راجعين بتشوف شرده بحيره ودي اللي كانت مع والدها فيها قبل كده. فبينزل ديف وبيبدا يعوم في البحيره وبتفتكر اوشو لما بيتقدم لها للجواز لكنها بتقول له احنا نعرف بعض من 4 شهور بس، لكنه بيقول لها دول 5 شهور و6 ايام و10 ساعات و12 دقيقه. غريبه ما قالش الثواني. فبتقول انا ما اعرفش اسمك بالكامل حتى، ده غير مستقبل مدرسه بروكلي اللي مستنيك. فبيخرج الجواب وبيقطعه وبيقول لها فيما معناه ان طز في الجواب وانه مستعد يضحي بمستقبله علشان خاطرها، لكنها بتقول له لو بتحبني لازم تنساني. فبيقول لها ممكن تاخدي الدبله دي كتذكار. فبترجع له تاني وبتفكره ينساها. طيب يا سيدي شكرا. بس بيكون مجهز لها شغل عالي وصاحبه بيزعل لما بيشوفها ماشيه. بيرجعوا البيت وبيجي لديف مكالمه من والده بس بيكون جاله برد
من نزوله البحيرة، فبيقول لها والده ان ديف بيخاف من المية وعمره ما نزل لبحيرة ولا الحمام سباحة في حياته، فبتقول له هكلمك كمان شوية. فبتكلم باقي زملائها وبتعرفهم ان ديف اتغير كتير، فبتجمعهم شرشوتي وبتقول تجربة فيما معناها ان روح المريض خرجت ورجعت لديف، وان ديف عايش بروح اوميكار، وده موجود في علم النفس باسم تغيير الروح. بس بيدخل دكتور ديف عليهم وبيقول ده كلام ما فيهوش اي علم، وبيقول فينكي مجلس الاطباء قدم شكوى ضدنا وبكره ميعاد المحكمة. تاني يوم بيجي وبيقف مرتنجي قدام شاردا وبيسألها، وكمان بيعرفهم انها بتتعالج من الاكتئاب من وهي عندها 12 سنة بسبب موت والدها، ده غير انها ما نامتش من يومين قبل الحادثة. وبيسألها هل في شاهد عيان انك لما حقنتي اوميكار بالاكسجين رجع للحياة؟ فبتقول ديف لكنه بيقول ده ما يعرفش اسم والده حتى، وان شاردا من سنتين كانت بتكلم والدها المتوفي، وبكده عندها اضطراب وهم ان في علاج بالاكسجين ومفيش اي اثبات ان الطريقة فعالة. في الوقت ده بيقوم ديف وبيقول للقاضي احنا ممكن نجيب الكاميرا السرية اللي في المختبر ونفرغها ونشوف وكل الحقيقة هتظهر. فبتقول قدامكم 12 ساعة. بيتجمعوا تاني وبيعرفهم ديف ان التسجيلات ممكن تكون عند روي في المكتب، بس لما بيروح فينكي بيلاقي مرتنجي مسح كل التسجيلات، فبتفتكر كلام مازومارت، وبيكون مرتنجي بيسمع التسجيلات عنده. بيلاحظ اوميكار بيمسك ايد ديف، وبكده كان عايش فعلا بعد الحق. من ناحية تانية بتتصل شاردا بروي وبيكون معاه فينكي، وبيظهر وراها ديف وبنعرف انه متطوع لتجربة المشروع عليه، وبكده يعرفوا انه شغال. بس بيقول لها روي انت كده هتقتلي شخص، وفينكي بيحاول يوصل لهم بس بترفض شاردا ان ديف هو اللي يجرب، وبتتطوع هي وبتعرف ديف هيعمل ايه، وان اول حقنة هتاخدها هتوقف نبضات القلب، وبمجرد ما يقف القلب وبعد 30 ثانية تحقن الاكسجين، وبعد ساعة تجرب الانعاش بالصدمات. بتوصل له شرشتي وبتحاول تساعده لكنها بتقول ان فات الاوان وان خلاص مفيش امل، وبتبدا شاردا تفتكر والدها وكمان كل الوقت اللي مع اوشو. في الوقت ده بيحقنها مرتنجي تاني بالاكسجين وبيوصل فينكي، وبعد فترة بنشوف شاردا وبيخرج مرتنجي للصحافة وبيقول ان بحث شاردا اتاكد بالنسبة لنا، ودايما في العلم احنا بنتعلم من اخطائنا. اما ديف بيروح لشاردا وبيعرفها انه رايح لوالده، فبتقول له قبل ما تمشي لازم نروح مشوار سوا، وهي في العربية بتتصل بأوشو وبتسيب رسالة مسجلة لأن تليفونه مقفول. بتقول له من وقت المنارة وأنا حاسة إني بعدت عن الحياة وإني أذيتك بكلامي، وبتطلب يسامحها وكمان نفسها تشوفه. بيركب ديف وبيروحوا سوا لحد ما بيوصلوا وبيقول لها ديف تروح هي، فبتدخل بصندوق متعلقات أوميكار لوالدته، فبتقول لها أنا هعمل لك شاي مر، وكمان أوميكار كان دايما بيحبه. فبتقوم شاردا وبتتفرج على الصور وبتشوف صور ليه وهو في المية، وبتفتكر كلام والد ديف، فبتخرج من صندوق أوميكار علبة وبتكون نفس علبة أوشو، وكمان لما بترن على تليفونه بيكون هو نفس تليفونه، وبنعرف ان اوشو اسمه الحقيقي اوميكار. وبنرجع لوقت الحادثه لما بتقف بنتين قدامه بعجله، فلما بيحاول يفاديهم بيخبط، وكانت معاه الدبله وكمان ورد لانه عرف مكان شغل شاردا وكان رايح يتقدم لها مره تانية، وده نفس الحلم اللي بيشوفه ديف، وما قدرتش تشوف وشه لان شرشوتي غطته على طول. وبتكون هي كمان لسه محتفظه بالدبله بتاعته. لما بتخرج بتشوف ديف وهو بيعزف، فبيعزف لها اغنيه كان بيسمعها لها اوشو. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في امان وسلام. سلام.